مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في قناتي في اليوتيوب وصفات آسف. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وقبل ما نبداو الفيديو تاعنا اليوم ما تنساوش الصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وصفتنا لنهار اليوم والوصفة اللي شاركتها معكم غاتا تاع السلق تجي بزاف بنينة وهايلة واقتصادية في نفس الوقت، يعني ما راح تكلفكم كامل غير 3 حبات بيض وحبيبة بطاطا وشوية تاع سلق وفرماج، وانتم فريتوها درتو حشا ولا فطور لولادكم. صدقوني البنات راح تجيكم بزاف هايله. برك تبعوا طريقه اللي درتها بها انا وراح تولوا مدمنين عليها، بما انه يعني رانا في فصل الشتاء وهذا هو الموسم تاع او الوقت تاع السلق، يعني راه متوفر بكثره. على بالي بلي تلفلكم واش ديروا، على هذاك حبيت نحط لكم يعني غراتا سورتو بالطريقه اللي حطيتها انا، راح تجي بزاف هايله. اول حاجه نبداو بها الوصفه تاعنا، هي عندي حبه تاع بصل تكون شويه كبيره، نقطعوها كما راكم تشوفوا الى مربعات تكون صغيره. يعني اذا كانت عندكم حبات صغار تقدروا ديروا 2 حبات، انا الحبات تاعي كانت كبيره فدرت حبه واحده. نقطعوها الى مربعات صغيره كما راكم تشوفوا. بعد ما قطعتو البنات نروح نجيب مقلة تاعي نحط فيها شوية زيت ونخلي البصل تاعنا يتقنن مليح حتى وين يطيب. من جهة أخرى واش نديرو، يعني مع التحريك المستمر ما تخلوش البصل تاعكم يتحرق لكم، يعني توجور الطياب تاعكم طيبوه على نار تكون قليلة. من جهة أخرى كنت ديت ربطة كبيرة تاع سلق وقطعت، يعني ديت غير هذوك الوراق تاعها فقط البنات، قطعتهم رقاق كيما راكم تشوفوا باش يطيبوا لنا فاسيلمون، وحطيتهم في طبسي، يعني هذا الطبسي كنت عمرته. يعني واش نديرو هنايا بعد ما يطيب لنا البصل تاعنا نروح نحط عليه هذاك السلق. يعني والحاجة المليحة هنايا في السلق بلا ما تفوروه، يعني كي حطيتوه البنات ما با دقيقة صدقوني بالخف طاب، يعني فم ذبالي وطاب، باسكو راني حطيت غير الوراق كيما قلت لكم، يعني ما تحطوش السيقان نتاوعو. مع التحريك المستمر لهنا حتى وين يذبان لنا هذاك السلق تاعنا، يعني حتى وين يطيب، يعني ما راحش يديلكم وقت بزاف، ما با 2 دقايق يطيب لكم. عندي 4 فصوصات تاع ثوم، نديروا له ثوم كيما راكم تعرفوا انه السلق يحب الثوم، يعني وين ما يكون السلق لازم يكون الثوم معاه. نديروا له 4 فصوصات تاع ثوم البنات، انا توجور نحب نكثر له ثوم. من بعد نجيو للتوابل، نديروا له شويه تاع ملح، ما تقووش الملح باسكو راكم تعرفوا بلي السلق يجي مالح. نديروا له حرور وكمون، يعني ابار هذو التوابل تاع حرور والكمون ما تضيفوا له حتى حاجه. هنايا نحط المقله تاعي على جهه، من بعد نجيب علبه تاع طون كيما راكم تشوفوا اللي راح يزيد له البنه على بنه، يعني الكو تاعو راح يجي هايل. نخلطوا مع هذاك الطون ونحطوا السلق تاعنا على جهه. والبنات هنايا ما نحتاجو لا بيشاميل لا حتى حاجه، عندي 3 حبات بيض 2 كيسان تاع حليب، عندي فرماج رابي لهنايا اللي راح نسقي به الكغاتا تاعنا. يعني نجيب ريسيبيون يكون شويه كبير، ندير فيه 3 حبات تاع بيض 2 كيسان تاع حليب 2 كيسان تاع فرينه وشويه تاع ملح، نخلطهم كامل بالفوي. ومن جهة أخرى البنات كنت قليت البطاطا، يعني مش لازم أني نصوركم البطاطا كيفاش قليتها، كامل تعرفوا تقلوها. كنت قليت البطاطا قطعتها إلى مربعات صغيرة وقليتها وحطيتها في المول تاعي، يعني كما راكم تشوفوا البطاطا يعني ديروا على حسب على حجم العائلة. من بعد نجيب هذاك السلق تاعي اللي كون طيبته نحطه فوق البطاطا، يعني هنا راهي سهلة مهلة البنات، صدقوني ما راحش تديلكم وقت بزاف، يعني درتها لكم اقتصادية وغير في 5 دقايق تقدروا ديروها. نجيب الخليط تاعي تاع البيض اللي كنت درته مع الحليب، يعني هذه الخلطة درتها عوض البيشاميل. اللي ما يحبوش البيشاميل لانه تعرفوا ان البيشاميل تجي فيها فرينة بزاف، تقدروا تعوضوها بهذه، صدقوني راح يجي هايل. ومام الكغاتا تاعكم راح تجي حاكمه روحها، يعني ما راح تجيكم جاريه. من بعد نجيب فرماج رابي نحطه من فوق وندخل الكغاتا تاعنا للفرن طيب لنا.
ولكن البنات هنا يعني لازم تتأكدوا أنه من الداخل طابت لكم، يعني شوية على شوية غرسوا فيها هكا موس باش تعرفوا أنه الكغاتا تاعكم هاي طيبت لكم. كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما طابت لي وصدقوني البنات أنايا واش دارت لي، يعني جبتها كي جيت نقسم فيها لقيتها أنه في الوسط ما طابتليش، عاودت تاني قلبتها طابت لي شوية وعاودت جبتها البنات. على هذا كيما قلت لكم الكغاطا تاعكم لازم تقلبوها تشوفوها اسكو طابت لكم من الداخل ولا لا، سورتو كي ديروا في هذه الخلطة تاع الحليب مع البيض باش تعرفوا انه البيض تماما نشف فيها. هنايا نجو نقسموا الكغاطا تاعنا، يعني كيما جبتها لكم من الفرن سخونه اني قسم فيها معكم، صدقوني جات بزاف بنينه. يعني قد ما نشكرها وقد ما نقول لكم انه بنينه ما راحش، يعني كي تجربوها راح تعرفوا البنه تاعها، خاصه انه الطريقه يعني البنات الاختلاف تكون في الطريقه تاع طياب. كاين بزاف اللي يديروا كغاتا وكاين طريقه يعني تختلف كل وحده وكيفاش تخدم الكغاتا تاعها. يعني هذا هو شكل نهائي تاع الكغاتا تاعي. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، ما تنساوش تبارطاجوا هذا الفيديو لحباباتكم باش يستفادوا هما تاني، ما تنساوش تجربوها لولادكم، كتبوا لي في لي كومونتير على الكغاتا كيف جاتكم دايره. نضرب لكم موعد اخر ان شاء الله بوصفات جديده في قناتي وصفات اسف. ونقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء الى موعد اخر ان شاء الله. سلام.